السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة. جبت لكم وصفة المرقاز بصوص طوماط. تجي ما شاء الله، تجي بزاف خاثرة وبنينة. طريقة تاعها بزاف سهلة، تابعوا معايا راح تعجبكم ان شاء الله. هنايا حطيت في المقله تاعي ديجا راهي سخونه. حطيت هذاك المرقاز، خليته يتقلى مليح. هنا ما درتلوش كامل الزيت، ديجا هو طلع كامل هذاك الزيت تاعو. كيما راكم تشوفوا طلع كامل هذاك الزيت. نقليه مليح حتى يتحمر، ومن بعد نحيه كامل من هذاك الزيت باش نوجدوا لاصوص تاعنا. هنايا بعد ما تقلى لي مليح هذاك المرقاز نحيته، ولاصوص تاعو زدت درت فيها حبه بصل راني ريحيتها رقيقه. زدت عليها 2 سنينات تاع ثوم وشويه تاع ملح. هنايا لي زيبيس ما درتش بزاف. المرقاز هذا راه ديجا راه منسم فيه كامل توابل، ما حبيتش نكثر له بزاف باش ما تروحش البنه تاعو. هنا بعد ما تقلى هذاك البصل مليح زدت له شويه عكري وفلفل اسود. هذا واش زدت له، ما زدتلوش حاجه واحده اخرى. زدت له هنايا حبه طوماطيش تاع الحبه. هنا راني رحيتها نقليها مليح مع هذاك البصل كيما هكا. هنا بعد ما تقلت لي مليح هذيك لاصوص زدت عليها مغرف صغيره تاع طوماطيش تاع الباطا، غير باش تعطيني باش تخرج لي هذيك لاصوص تخرج لي حمرا شويه. هنا نقليها كامل مليح. بعد ما تقلات كيما هكا نروح نزيد هنا دوك نعاود نرجع هذاك المرقاز اللي كنت قليته المره الاولى، نعاود نرجعه يطلق البنه تاعو في هذيك لاصوص. نخليه يزيد يطلق البنه تاعو ونزيد له شويه تاع معدنوس. هنا راني منقصه للفرن باش يطيب لي على خاطره وتجي المرقه تاعو تجي ملبيه وتجي خاثره. وفي الاخير زدت له فلفل حار. هنا راه ما فتحتوش، درتو كيما هكا باش يطلق البنه تاعو والريحه تاعو تجي ما شاء الله في لاصوص. كيما راكم تشوفوا لاصوص جات هايله. نخليها الزيت تثقل ونطفي عليها وتكون واجده معنا. هذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم، مرقاز بلا صوص طوماط زينته بالمعدنوس. جات الطريقه تاعو بزاف سهله، والاهم انه بنينه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، ونقولكم ما تنساوناش من اللايك والاشتراك.